مفيش احسن من اليوم اللي بيمشي بتدابير ربنا. ما كنتش مدبره ولا مخططه هعمل ايه، بس سبحان الله رمي حمولي على الله. عملت اكل وخزنت كمان في الفريزر ب50 جنيه 60 جنيه بالكتير. كنت ماشيه في امان الله مش عارفه اعمل اكل ايه. جبت ربع كيلو كبده كنت جايباها على ان اقليها، فجاه لقيت نفسي واقفه بقطعها شاورما زي ما انت شايفه كده. قطعتها وظبطتها وكل ده مخ عمال يودي ويجيب، هناكلها بالعيش ولا هناكلها مع بطاطس ولا هنعمل فيها ايه؟ الحمد لله لقيت نفسي بعملها اوتوماتيك كده. جبت الفلفل قطعته وجبت ربع كيلو كبده ب30 جنيه، والفلفل كان موجود عندي في التلاجة. يا دوب قطعتها وبدات اجهز لها التتبيله الكباره كانك جايباها من عربيه كبده بالظبط. مفيش ولا احسن ولا انضف ولا اوفر من كده. المهم عملت ايه؟ قطعت قرن فلفل، جبت معلقه توم، معلقه كمون، فلفل اسود، معلقه ملح وعصره ليمون، بس والله ما فيش اكتر من كده. وحطي عليهم معلقتين خل عشان تتاكدي ان ما فيش زفاره وتستوي معاكي بسهوله. ولو عندك طحينه او بشاميل الفول حطي عليها معلقه، هتاخدي الطحينه في حته تانية خالص. ادي معلقتين الطحينه هقلبها، وفي لحظه كده هروح اجيب بشاميل الطحينه اللي انا كنت عاملاه عندك على الصفحه موجود بمعلقه طحينه، حولتها لبطرمانين ولازم ارجها كويس قبل ما استخدمها. وهنزل بمعلقتين كبار بقى، وسيبي التتبيله دي نص ساعه. والله لو عملتيها على كده هتبقى زي الفل. صلي على حبيب قلبك كتير. وطبعا وانا ماشيه في السوق لقيت الطماطم حلوه كيلو ونص ب10، جبت 3 كيلو ب20. الطماطم لونها حلو وده وقت خزنها، فلو تقدري تخزني كيلو في 2 في 3 انت وامكانياتك زي ما انا بعمل كده اعملي ده. هتفرق معاكي كتير والله يا جماعة. والكيس على كيس هتلاقي كام كيس يسندوكي في رمضان. ربنا ما يقطع لنا ولا يقطع لكم عادة. صلي على الحبيب قلبك كتير. ضربت الطماطم في الخلاط وهسيبها تغلي كمان على النار. من ناحية تانية قلت اعمل الكبدة بقى. جبت الفلفل الرومي اللي عندي والفلفل الحامي وجهزته. هنا كان اخر دور اضربه في الشفشف. عملت ما شاء الله 6 اكياس من ال3 كيلو طماطم. لون وطعم مفيش احسن من كده، وسعرها معقول جدا اليومين دول. هبدأ احط طماطم في الحلة، ولعت على المكرونة تستلق، وقطعت الفلفل جهزته اذا كان رومي او حامي. وهجهز الكبدة مش هتقعد اكتر من 10 دقايق. مفيش اسهل من كده. الطماطم ضفت عليها معلقتين خل عشان تبقى تقيلة معاكي وتديكي كمية حلوة، وفي نفس الوقت هي لسعة واحدة على البوتاجاز. وتبدأي خزنيها لما تبرد بقى. اعملي الكيس مجين كبار كده، هيبقى على قد الطبخة لو انتوا أسرة من 4 أفراد. صليتوا على الحبيب. صلي على الحبيب قلبك يطيب. ومن ناحية تانية المكرونة بتتسلق، وادي هنا حطيت معلقتين زيت كبار وهسيبهم يقدحوا قوي، وانزل بيهم في الكبده وايديا في الصلصه وعيني على المكرونه. وكل اللهم صل على سيدنا محمد شغال. وكمان كان عندي بطاطسيتين، قلت يا بنت يا سمر حمريهم للعيال مش خساره فيهم. الزيت غلي، نزلت بالكبده زي ما انت شايفه كده. اول ما تنزلي بقى بالكبده يا دوب تتشمع تاخد لون، احسبيها زي ما تحسبيها. هتلاقي الريحه طلعت على عينك. قرن الفلفل اللي انا رميته في التتبيله مع الكبده دي وخدها في حته تانية. صلي على الحبيب قلبك يطيب. يا دوبك اديها تشويحه، انزل بالفلفل الرومي الكميه اللي عندك حطيها. لو كان عندي كميه اكبر من كده كنت حقيقي حطيتها، بس ده كان المتاح دلوقتي ومش هقدر احط حامي اكتر من كده عشان العيال. ويا دوب التشويحتين وخلصت. هي كانت قاعده في التتبيله بقالها اكتر من نص ساعه فمحتاجتش نار تقعد على النار كتير. وادي المكرونه كنت سالقه الكيس وهشطفها تمام كده. والمكرونه جهزت. كنا واقفين على الصلصه كل اللي بحطه لها مع الخل. بضرب معاها فصين توم وشويه خل والملح وشويه شطه لو انت عايزاها سبايسي. اللهم بارك. كانت مكرونه ولا احسن. عملت 6 اكياس صلصه خزنتهم، وعملت كمان غدا ب30 جنيه. صلي على الحبيب قلبك يطيب. وخدي افكار واعملي اللي يناسبك انت، ويا ريت تقولي لي رايك بتوفري وبتدبقي ازاي. المكرونه جهزت، والمكرونه والكبده كمان اللهم بارك كانت خطيره. والبطاطس المحمره طلعت. هنا حطيت بقى شويه شطه كده سبايسي يدوها لون ونكهه. وادي اليوم ده كله ما تعداش ال60 جنيه بالخزين. كل سنه وانتم طيبين. رمضان قرب على الابواب. هاتي كيس في كيس اذا كان فاكهه بقى او صلصه، والله بتفرق معاكي. يعود عليك الايام بخير. دمتم بخير. ما تنسيش تعملي لايك وشير. صلي على الحبيب قلبك يطيب. هستنى رايك في الكومنتات برد عليها بنفسي. ادي الصور هسيبكم في رعايه الله.